وايه بقى؟ لا يا منى، انت عارفه ان انا ما باكلش من ايد حد يا بنتي. بجد انا مش هقولها غير منك لله والله العظيم. في يا منال ايه اللي حصل؟ قلت لي طلعي لامي كحك، طلعت لها الكحك. قالت لي ايه بقى؟ محمود ايه يا منال؟ انا نازله هروح اجيب علي من عند ماما وجايه. طب يا منال بقول لك ايه؟ نعم. امي بتحب الكحك بتاع البيت، ما بتحبش الكحك الجاهز. طلع لها شويه كحك من بتاع امك. عينيا حاضر، هعبي لها شويه اطلعهم لها. ماشي حاضر، تسلم. هطلعهم لها الاول. ماشي كتر خيرك. ماشي يا حبيبي. ايوه مين؟ اختي خايفه صينيه الكنافه تتلسع. ايه يا ماما؟ ايه يا منال؟ ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انت نايمه ولا ايه؟ لا يا حاجه، كنت في المطبخ حطيت صينيه الكنافه في الفرن. لا والله عامله كنافه؟ بحبها كده، اعملها قرص من غير مكسرات ولا العسل ولا الكلام ده. هعملها كده واروح حاطه لها كوبايه لبن واتسحر بيها، نفسي جت عليها. حبيبتي بألف هنا عليك يا رب. ابقى انزل لك منها، انت عارفه انت بتحبي حاجتي. بصي ماما عملت كحك فقلت اجيب لك ايه واحدتين تدوقيهم. دوقي بقى. لا يا منى، انت عارفه ان انا ما باكلش من ايد حد يا بنتي. هي امك يعني عايزه تبين لي ان هي بتعمل وبتنقش؟ طب ما عادي. هي مش بتبين لك اللي هي بتعمل. لا انا عارفه ان انت بتحبي الكحك البيتي مش الجاهز، فقلت اطلع لك. لا يا حبيبتي، البيتي ده كنت انا بعمله، لكن اكل من ايد حد لا معلش يا منال. ادي لامك بقى، يا اما خديه انت وقولي لها عادي. ما ماشي. انت عارفه يا بنتي انا ما باكلهوش. انا حتى اختي امبارح جايبالي بتاع واحدتين اهم، بصي اهم يسمعوك اهم. بصي يا بنتي اهو، ما باكلش ياما من ايد حد اهو. بصي، واختي شقيقتي. انت عارفه ان انا حاجه ما كنتش اعملها انا بايدي ما اكلهاش ابدا، لو هتموتيني يعني كده. يعني اختك جابتهم لك ما رجعتهماش بيها يعني؟ لا ما حرام، ما انا كفايه راكنه اهو، وده كمان هاخده احطه جنبهم ليه بقى ان شاء الله؟ كانك يعني يا ابو زيد مغازي. تكسفي اختك بس رضيتي تكسفيني انا عادي يا بنتي عادي، انت هاخده حرام يا منال، خديه انت لعيالك ياما انت قوي. صح حرام. ماشي هم انا غلطان. لا اله الا الله. انا هو في غلطان ايه؟ انا غلطان. ماشي هم انا نازله براحتك. هو ايه ده؟ طب انا ما باكلش من ايد حد. ايه ده؟ بصي قعدت كرمشت البتاعه ازاي وفي كده. محبش كده انا بقى، اللي يقعد كده وما ينظمش الدنيا كده. يلا ها، هبقى اشيلهم اغسلهم احطهم في الفم اللي في الغسال. محبش الطريقه دي. انا يا اختي ما باكلش من ايد حد. لا بس اختي كحكها حلو، هي تجيب نفسها زي اختي. تحفه. اهو ده بقى عايز كوبايه شاي بلبن بالقرنفل. يا اختي اعمل لي كوبايه شاي قبل الكنافه ما تستوي. بجد انا مش هقولها غير منك لله والله العظيم. في يا منال ايه اللي حصل؟ قلت لي طلعي لامي كحك، طلعت لها الكحك. قالت لي ايه بقى؟ في عود يا منال، في ايه منال؟ اصل انا بقرف. ايه رايك في حرقه الدم دي؟ حقك عليا يا منال. ايه رايك في حرقه الدم؟ معلش يا منال خلاص. بتقرف. حتى يا سيدي لو بتقرف كانت خدته، اديته الاسماء، اديته رانيا، اديته اي حد من عيالها، لكن تكسفني انا وترجعني لا خدي. انا بقرف يا منال. ده بص اختي جايبالي ماشي وحطاه في طبق، اختها يعني جايباه لها وهي حطاه في طبق وما تاكلش منه. عبيط انا هصدق؟ يمكن بتضايف اللي بيجي لها. هو بيجي لها بتضايق. كانت خدت ده وضايفت اللي بيجي لها برضه. لكن هي ازاي ما تحرقش دمي؟ ازاي ما تبقاش امك لو ما حرقتش دمي؟ بجد انا مش لاقي حاجه اقولها. لا تقولي طلعي لها حاجه يا سيدي انا بتلاشاها عشان هي بتحرق دمي. قلت لي طلعي لها، تلاقي بتحب الاكل البيتي، على اساس ان هي هتقولي شكرا يا منال ما تحرمش منك يا حبيبتي. منال انا بحاول ان انا اخليها قريبه منك، تتقرب منك باللي انت بتعمليه. صح، قربت مني قوي. دي بتقفلني منها كل شويه بتقفلني منها اكتر. انا بقيت اتضايق اقول لها ازيك يا ماما، حتى ماما بقت تطلع لها بالعافيه. طب ما انا مش عارف اللي هي بتعمله معايا. انا مش عارف ان ده هيحصل يا منال. ماشي يا محمود، انا نازله محمود. يعني انا بكلمك في كل حاجه، بقول لك اعملها لها على اساس تبقي قريبه منها. انا بحاول ان انا يعني اخليكي تقربي منها كل حاجه. انا مش عايزه اقرب منها يا سيدي، انا مش عايزه اقرب منها يا ستي. وانا محبه على قلبي. ما بتحبش حد، ما بتحب، هي معاملتها كده، ما بتحبش حد. الله يرحم لما كانت تعبانه وقعدت تحت رجليها اخدمها وفي الاخر برضه طلعت
برضه زفته وطين وكانت بتقعد عشان مصلحتها عشان تاكل وتشرب. فاكر انت ولا مش فاكر؟ هي امك كده، مهما اعمل معاها ما بيتمرش. فبالله عليك لا تقولي ودي لها ولا اجيب لها. يا سيدي احنا ناس معفنه، انا امي بتعمل، احنا ناس معفنه بتقرف مننا. انا ما تزعليش منال، انا هطلع لامي. لو تطلع ولا جاي انا لا ماشيه، طالع انا لا. نازله انا راح طالع اجيب ابني. انا طالع لها كده كده. ايوه. هو في ايه النهارده عشان قاعد على باب زويله؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا محمود؟ يا فين أم. النسخه بتاعت المفتاح بتاعك يا محمود؟ مش معايا يا امي. ليه يا اخوي؟ ما انا عطاك نسخه يا ابني، وعطاك نسخه للسانسير. دلوقتي يا الله. امي انت نزلتي منال زعلانه ومعيطه. ليه يا ابني؟ انا عملت لها حاجه؟ الست جايه لك بالكحك وتقول لك انا جايبه لك كحك. انا ما باكلش من ايد حد يا محمود، وانت عارف طبعي. طب يا امي ما انت بتحبي الكحك بتاع البيت، ما بتحبيش الجاز بتاع السوق. يا ابني ما خالتك اهو جايبه لي الكحك، انا يا ابني ما دقتهوش. انا ما باكلش من ايد حد. اخد التاني احط زيت جنب عبيد يا ابني، انا ما باكلش حاجه. طب منال امي منال جات لك بيه، كنت خنتيه حتى. قلت لها ماشي كتر خيرك اي حاجه، واخدتيه وخلاص يا أمي. والاسم جميله، والاسم جابوا لي كحك ولا جميله وأنا أصلاً ولا ما حاجه، ده باكلهوش. دي مرات ابنك. جميله ايه؟ كنت ما خدتيه جايباه- وخلاص. لا يا حبيبي جايباه من عند امها. ما لا ده من عندها هي يا امي. لا من عند امها، وانت عارف الكلام ده. ايوه من عندها، امها جايبه لها كحك وهي جايباه من الكحك اللي امها جايباه لها. طب ما هي امها اللي عاملاه برضه. طب وايه المشكله؟ غلطت في ايه؟ ايه حول الله يا مشكلتك رب. في كده؟ مشكلتي ما باكلش من ايد حد. خالتك جايباه وما حطيتوش يا ابني على لساني، ولا اعرف حتى طعمه ايه. انت عارفه النازله بتقول لي منك لله انت السبب، عكننت عليا. منها لله، هي بتدعي عليك في وشك. يا ستي ما هو معاها حق، ما انا اللي قلت لها اطلعي طلعي لامي الكحك. ولما قالت لك كده انت ما ردتش عليها وضربتها قلمين على وشها ليه؟ امي ده نازله بتقول لي منك لله انت السبب. منها هي لله. امي انا اللي قلت لها اطلعي طلعي لامي كحك من اللي عندك. هو انت اللي قلت لها طلعي لامك؟ يعني مش من نفسها كمان؟ ونازله بتعات على خيبه ايه يا اخوي؟ يا ستي امها جايبه لها شويه كحك، وانا قلت لها امي بتحب الكحك البيتي مش بتحب العمايل بتاعت السوق، طلعي لها من اللي عندك. قالت لي عينيا حاضر هطلع لها اللي هي عايزاه. يا عيني تسلم عينيها يا اخويا. انا ما باكلش من ايد حد، وانت عارف الكلام ده. وكمان انت اللي قايل لها. طب كنت داري حتى مني بلا نيله. هدي منك ايه يا امي؟ هي ما اتاخرتش وانا قلت لها وهي قالت لا مش هينفع اللي عندي شويه، طلعت لك نص الكحك اللي كان عندها. نص الكحك؟ نص جايبه لي علبه قد كده، مش نص الكحك ولا هو حاجه. اللي بيهادي ب 10 كيلو. نص الكحك اللي موجود تحت طلعته لك يا يا امي. سيدي انا ما باكلش من ايد حد بقى، دي حاجه ترجع لي انا يا جماعه. اصلي خلاص يا أمي، الاكل ده نفسي يا جماعه. هي الغلطه في عندنا ان انا خليتها تطلع، اما حايك ده عليا. العين بتاكل قبل البق يا ابني. لا خلي بالك حماتي نضيفه وعمايلها حلوه، ومراتي برضك بتقعد معاها وبتعمل معاها. حماتك نجيفه قوش. ماشي يا امي، كل سنه وانت طيبه يا انت امي. طيب يا حبيبي. يلا عايزه حاجه؟ سلامتك. بقى بخطيبها اقول لها ما تزعليش حتى. لا اله الا الله. بقى بخطيبها يما اقول لها كلمتين، لا قول لها إله معلش، إلا الله قول لها ما سيدنا. تزعليش. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هبقى اروح ابوس راسها يا اخويا. يا ستي انا بقول لك راضيها بكلمتين، قول لها ما تزعليش، بس انا اتعودت على كده وخلاص، بكلمتين حلوين بقول كده. لك ايه، ما غلطناش في البخاري يا اخويا. يا هو امي في كتر ايه؟ خيرك، هو انا اساسا مش عارف اخد ودي معاكي، اللي في دماغك هتعمليه انا عارف. انا نازل يا امي. ماشي يلا بالسلامه يا يلا حبيبي. السلام عليكم. مع السلامه. تقول الولا اما ينزل عشان يسمع. تقول الولا منك لله المسغوده اللي تنزغت تنشك في لسانك يا منال يوم ما تقولي لابني منك لله. يعني منك لله انت؟ ايه النصيبه دي؟